أكلت أكلت يوم أكل الثور الأبيض أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هنا عندي الحروف دي تدخل ازاي؟ الحروف دي ممكن تدخل على الفعل الثلاثي وممكن تدخل على الفعل الرباعي. يبقى الفعل اللي ب3 حروف ده أقل حاجة ممكن تبقى فيه زيادة. الزيادة ديك انك تزود حرف قبل الفاء، فاء الايه؟ فاكرين؟ فاء الفعل. او حرف بعد الفاء، بعد فاء الايه؟ فاء الفعل اللي هو ايه؟ فعل. يبقى لو قلت لك فين الفاء؟ فاء الفعل في كتبة فين حتة؟ هتقول لي حرف ايه؟ ها؟ ايوه برافو صح كده، الكاف، لان ده اول حرف. ما احنا قلنا كتبة على وزن فعل، يبقى فاء كتبة الكاف، والعين بتاعت كتبة عين كتبة الايه؟ التاء، ولام كتبة اللام. دي شرحناها الحلقة اللي فاتت واستوفيناها شرحا. يبقى انا عندي كده الحروف الزيادة ممكن تزيد في الفعل قبل الفاء وممكن بعد الفاء في الفعل الثلاثي. كل دي كانت قواعد. تعال بقى نطبق احنا الكلام ده تطبيقا عمليا. لما ربنا يقول في الآية مثلا ومن أحسن قولا، أحسن الفعل بتاعها إيه مثلا؟ حسن. طب لما نحط لها نزود لها ألف قبل الف اللي هو قبل أول حاجة تبقى أحسن، ومن أحسن قولا. ممكن نزود الألف بعد الفاء زي إيه؟ زي نادى، نادى خلاص، ونادى نوح ربه. ها الألف جت بعد الإيه؟ بعد النون. يبقى ممكن نحط الألف بعد قبل الفاء وممكن بعد الفاء. يبقى دي اسمها زيادة، دي اسمها زيادة في حرف من حروف الزيادة اللي هو الألف، سواء اتحط هنا أو اتحط هنا. في عندنا زيادة تاني في الفعل الثلاثي بالتضعيف زي قطع وعظم. لما ربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله، تمام؟ أو ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يبقى يعظم، الضاء هنا مشددة، تمام؟ ويكون ممكن يزاد على الفعل أيضا زيادات أخرى. فممكن نزود حرفين، ممكن نزود حرف وممكن نزود حرفين. والفعل الرباعي ممكن نزود حرف، ممكن نزود حرفين، وممكن نزود في الثلاثي 3 أحرف. كل ده نعرفه ولكن بعد الفاصل. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به. أهلا بكم. قلنا إن الفعل قد يكون مجرد وقد يكون مزيد. عرفنا مجرد يعني حروفه كلها أصلية لا تسقط إلا لعلة صرفية، وقد يكون مزيد إما بتضعيف الحرف وإما أن تكون الزيادة بحرف من حروف الزيادة. فاكرين حروف الزيادة ولا أوام نسينا؟ لا لسه فاكرين. اللي هي فين؟ اللي في هناء وتسليم ولا في سألتمونيها؟ اللي في هناء وتسليم أو في سألتمونيها، لأن لو جمعنا دول هنلاقيهم 10 حروف ودول 10 حروف. الحروف دي بتتحط في الفعل وبتتشال منه، تحط في الفعل تشال منه. فممكن الفعل الثلاثي غفر ممكن يضاف عليها 3 أحرف، و3 أحرف دول دايما بيبقوا ملازمين للفعل. استغفر، استغفر ربه، استغفر أصلا فعل ثلاثي مزيد ب3 أحرف، الألف والسين والتاء. طيب الألف والسين والتاء لما جم في الفعل عملوا له إيه؟ احنا زودنا المبنى فزاد المعنى. المعنى زاد إزاي؟ لما قلت استغفر غير غفر، غفر يعني ده حاجة انتهت وسترت سترها الله سبحانه وتعالى. لكن استغفر ربه الألف والسين والتاء بتيجي بمعنى الطلب، يعني طلب من الله أن يغفر له. استرحم أي طلب من الله أن يرحمه. تمام كده؟ يبقى ألف والسين والتاء بتدي معنى الطلب. فاستغفر ربه زودت المعنى، يعني واحد بيطلب من ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يستغفر. يبقى الفعل الثلاثي قد يزيد بحرف مكرر زي قطع،
وقد يزيد بحرف من حروف الزيادة زي سألتمونيها، ممكن يحط ألف وسين وتاء في حاجة واحدة بس، وممكن يحط حرفين 2 مثلا، زي لما ربنا يقول التقى الماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالتقى الماء على أمر، أصلا لقي، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. يبقى هنا التقى، هذه الزيادة اللي حصلت في الفعل. كده يبقى احنا عرفنا المجرد والمزيد، وعرفنا ان المجرد اللي حروفه كلها أصلية لا تسقط إلا لعلة صرفية، وان المزيد اللي بياخد حرف من حروف الزيادة اللي هي سألتمونيها أو هناء وتسليم. طيب تعالى بقى نسقط الكلام ده، القواعد دي كلها اللي انتم متضايقين منها كده وحاسين انكم مش فاهمين الموضوع ايه. انا مش عارف الموضوع، انا شايفه نساء، لكن ربما يكون يعني دي من أصعب الحاجات في اللغة العربية، لأن كل الناس ممكن تقع فيها، مش عارف فعل زيادة في زيادة في نقصان في كذا في كذا، فممكن العملية دي تبقى كده. بقول إيه؟ لو رجعنا بعض آيات القرآن مثلا، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وغلقت الأبواب، لو قال مثلا لو هي قفلت الباب كده وخلاص يبقى نقول وأغلقت الباب، خلاص قفلته، ردت الباب كده، سكرته زي ما يقول الأخوان. لكن القرآن ما قالش وأغلقت، قال وغلقت، وغلقت الأبواب، يعني أحكمت إغلاق كل باب من الأبواب حتى لا يمكن لأحد أن يدخل. هي عايزة تدي شيء من الطمأنينة لسيدنا يوسف مثلا أو لنفسها. طب اسمع الآية الثانية يقول ولقد همت به وهم بها، أدي همت. غلقت هنا فعل إيه؟ مزيد، مزيد بإيه؟ بالحرف، لأصل الفعل غلق، 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 يبقى إيه؟ اللام مشددة، غلق، 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 خلاص. لكن التاء التانيث دي ما بتخشش في الفعل، ادي غلقت الابواب. طيب همت به وهم بها، هم وهم، ادي هم ودي هم، الاثنين دول فعل زياده، الميم فيها زياده، هم يبقى هنا عندنا زياده بالايه؟ بالتكرير، همت به وهم بها. طيب همت وهم، يا ترى سيدنا يوسف هم بامرأة العزيز زي ما بيقولوا كده؟ لا، هقول لك جملة صغيرة تفهم انت الموضوع وتستريح. همت به، هم فعل، وهم هو هم ترك. خلاص، واحد جاي عليك هيضربك بحاجة، فكل حاجة تفكر فيها بتفكر تخرج منين تجري ازاي، يبقى ده هم ولا مش هم؟ ولا تهم انك تحضنه؟ ابدا، انت عايز تجري. يبقى همت وهم، هم الاولانية ان همت فعل، والثانية هم هم ايه؟ هم ترك. فهمناها ولا لسه؟ خدنا بالنا منها ولا لسه؟ عشان ما نقعدش نقول ده سيدنا يوسف وحتى لا 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 لا، ما تخشش كده. استسقى، وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب السقيا، طلب لهم المية عشان ربنا يكرمهم ويعطيهم. لما ربنا يقول مثلا على فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح أو فعل في مزيد بالإيه؟ بالتكرار، الباء هنا مشددة يعني مضاعفة. استعطف، لما واحد يقول يا رب لو أعرضت عنا بوجهك الكريم استعطفناك بلا إله إلا الله، يعني طلبنا منك أن تعطف علينا حينما نذكرك بهذا الذكر لا إله إلا الله. طيب يبقى كده أنا فهمت لا شك إن الأفعال لما بتحط لها زيادة بتدي معنى، والقاعدة بتقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يبقى احنا خدنا المجرد والمزيد دلوقتي عشان نخلص منه على ايه؟ ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لو واحد عنده قطعة أرض بس مفيش عليها مباني، ادت معنى أرض خلاء، طيب بنى عليها ايه؟ طابق واحد، تاني بنى 10 أطباق، كل ما يزيد البناء كل ما يزيد المعنى. ما يعني ايه يزيد المعنى؟ يعني بنى طابقين يبقى عنده شقتين، عنده 4 شقق، عنده 6 شقق، بنى مش عارف ايه، وهكذا وهكذا. يبقى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يبقى لما القرآن يقول غلقت عرفنا ليه. يبقى القرآن لما يقول يذبح أبنائهم عرفنا ليه. لما القرآن مثلا يجي في آيات يقول استغفر عرفنا ليه استغفر. لما يجي يقول استطعم فاستطعم عرفنا ليه استطعم. استطعم يعني طلب منه من الأكل والشرب، ودي على قصة سيدنا موسى والخضر في القصة الموجودة في سورة الكهف. ناخد بقى سؤال الحلقة، وأتمنى ان احنا نجاوب بسرعة. الفعل عسعس، طبعا عسعس دي كلمة في القرآن، أسيبك تدور عليها ولا ايه رأيك؟ أسهل لك العملية؟ لا خلاص، أنا هسيبك تدور عليها، بس هسهل لك الموضوع، هقول لك هي في جزء عامة.
ايه رايك بقى لو جبنا جزء عامه وقعدنا نقرا من اول عامه يتساءلون لغايه ما نوصل عند عسعس. على فكره هتوصلوا بسرعه، يجي صورتين كده وتروحوا واصلين، هتروحوا نطين الصورتين وتقروا في الثالثه. ما انا عارف الحكايه تمشي ازاي. عسعسه فعل، 1 ثلاثي، 2 رباعي، 3 مجرد. يلا حط لي واحده من دول وتحط لي الاصل فيها. ترى الاصل فيها ايه؟ انها فعل ايه؟ ركز معايا عشان احنا عندنا الإجابة. ولا أقول على الإجابة كمان؟ لا أنا مش هقول إجابة، هسيبك أنت تجاوب وأنا هقبل منك أي إجابة. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم مني كل تقدير واحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البحر في أحشائه الدر كانن